بكم اعزائي المشاهدين. فقرتنا دلوقتي هي فقره المواطن اولا. المواطن اولا على مدى حلقتين كانوا قبل كده، الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبلها، عمرو عمل موضوع رمي الرتش في منطقه ما بين حي الاسره وحي الارسال، وبتعاون كبير جدا جدا مع الحي، وعملوا يعني شغل بصراحه بنحييهم عليه جدا، ان قاموا استجابوا استجابه سريعه وقاموا بيشيلوا الرتش ده كله، وفعلا يعني كان مجهود كبير جدا جدا. وكان عمرو عمل لقاءات مع المواطنين واشتكوا شكوى كبيره جدا، لان ما كانش فيه هناك امن نهائي، لدرجه ان كان فيه حصل جريمه قتل هناك. بالاتفاق مع سيادة اللواء مصطفى كامل حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تم الاتفاق على توفير دوريات أمنية لتأمين المنطقة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قائد مرور الإسماعيلية العقيد عصام شادي مشكورا وعد بأن هو حين رؤية أي سيارة بترمي رتش في هذه المنطقة يتم أخذ بس رقم هذه السيارة، ويتم تبليغ المرور وهم هيقوموا باللازم. اللازم ده ايه بقى؟ هو يعني توعد ليهم فعلا بمعاقبه كبيره جدا. الشكر الخاص والكبير جدا بنقدمه للمهندس محمد حفني الصافي رئيس حي اول للاستجابه السريعه. احنا كنا عمرو عامل لقاءات مع المواطنين ومع بعض المسؤولين ومنهم المهندس محمد حفني. النهارده بنعرض لحضراتكم الصوره الايجابيه اللي للاسف اتعملت وما قدرناش نتهنى بيها، لان 7 عربيات رتش بعد ما الصوره الايجابيه دي اتعملت 7 عربيات رتش قامت برمي الرش في هذه المنطقه. اكيد سلوك المواطن عليه عامل كبير جدا جدا، لان مش معقول ان الناس المسؤولين دي كلها تتحرك بالاستجابه السريعه دي والمواطن ما عندوش اي دور. ممكن المواطنين اللي موجودين في المكان ليهم ادوار كبيره وفعلا بيعانوا، لكن سيارات كبيره والسائق ما عندوش اي نوع من انواع المسؤوليه. نشوف مع بعض مع عمرو فوزي هذه الفقره المواطن اولا، وبنتقدم بخالص الشكر للساده المسؤولين اللي استجابوا هذه الاستجابه السريعه، ونرجع مع بعض تاني للاستوديو. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معنا وهذه الفقره والمواطن اولا. بننتقل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام الى خارج الاستوديو، وهذه الفقره واستجابه لبرنامجنا المواطن اولا، واستجابه لمطالب المواطنين في حي الاسره وفي منطقه الارسال في حي اول في محافظه الاسماعيليه. بيسعدنا ان تكون هذه الفقره من هذه المنطقه، وان يكون معنا السيد المهندس محمد حفني الصافي رئيس حي اول في محافظه الاسماعيليه. اهلا بحضرتك معنا يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم، ربنا يخليك. تعرف بحضرتك بصحه مدام سيدات وكيله مدرسه في عزت عادل بالارسال. مدام انت سجلتي معانا واحنا بنطالب بنظافه هذا المكان في الاسابيع الماضيه. ايه راي حضرتك في الصوره دلوقتي؟ انا بشكرك اولا جدا جدا جدا، والاستاذ المهندس بشكره جدا، لان الحي فعلا نضف حقيقي يعني، والشوارع نورت، انا بشكره جدا. لكن برضو في لا مؤاخذه عربيات كمامه تاني بتترمي تاني، فعايزين حل قطعي يعني، او حل جذري. احنا في ساعتها واحنا واقفين، وانا النهارده كان معانا سياده العقيد عصام شادي قائد مرور محافظه الاسماعيليه، قال الايجابيه من المواطن. أيوة. اي مواطن يشوف عربيه بترمي رتش يجيب رقمها بس. أيوة. مش مطلوب منه حاجه تاني غير كده. أيوة. ومش هندخله في محضر ومش هندخله في اي مشكله ولا ليه علاقه بالموضوع خالص. أيوة. يتصل بالموبايل بغرفه عمليات المرور او بشرطه النجده. أيوة. ويبلغ عن العربيه اللي رمت رتش في اي مكان. ايوه هو حل كويس، بس ده بيجي بالليل. مين يعني لو بالنهار احنا هنقول هنشوف، لكن دلوقتي اللي بيرمي القمامه بيرميها بالليل في وقت فيه كين سكون. قمامه بس ولا رتش؟ ورتش ده اللي حضرتك شفته وجيته تاني مره. رتش وممكن قمامه هنلاقي. قمامه اهالي. قمامه بس مفيش اهالي هنا عيال. هم العربيات اللي هي بتيجي ترمي هنا دي كلها عربيات اهالي بترمي رتش بس. هقول لحضرتك حاجه، لو في قمامه في سيرفيس هنا، في سيرفيس بياخد لمؤاخذه القمامه من قدام المنزل. من قدام المنزل ده مش هيلمها؟ لا مش هيرميها، مش هيجيبها هنا خالص. فهو الحل الجذري لازم نعمل اي حاجه هنا، يا اما سور يا اما حارس يجي يقف هنا، ده الحل الجذري.
طيب انتوا هنا كسكان للمنطقه دي أيوة. ما خاطبتوش الجمعيه؟ احنا خاطبنا الجمعيه بس ما حدش بيرد. يعني احنا خاطبنا وقلنا، وحتى الطلبه في المدرسه في الاذاعه المدرسيه قلنا الطلبه جابت كذا رقم عربيه، بس هيقولوا لمين؟ يبلغوا الحي يا فندم. فهو طبعا حضرتك يبلغوا الحي واحنا هنتعامل معاهم على طول عن طريق المرور. يعني حقيقي الطلبه بيجي يقولوا يا مس رقم العربيه كذا، بس مش عارفين هنقول لمين. حضرتك قلت دلوقتي الحي ان شاء الله هنبعت. وتليفوني موجود مع مديريه المدرسه، موجود مع مديريه المدرسه، واي حاجه هاتوا الارقام العربيات واتصلوا بيا وانا هاخد معاهم اجراء ان شاء الله. جزاك الله خير. يعني احنا نفسنا حتى يزرعوها حتى. انا عايز اسال حضرتك سؤال. انت سجلتي معانا في الفقره الاولانيه. لا 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 كنت متوقعه ان الصوره هتبقى كده؟ مش ممكن. ده حتى احنا جنب المكان ده مش مصدقه خالص ان المكان بقى، حتى الجو بقى نقي. جو المكان انا بشكرك حقيقي. انا بشكر والباشمهندس ومقدم البرنامج. لا والله انا بشكرك حقيقي. انا بشكر جدا جدا المقدم والمخرج والاخوات اللي مع حضرتك والباشمهندس. شكر جزيل جدا ان المكان بقى نقي. حسينا ان ما فيش حتى ناموس لان احنا جنب المكان ده. فانا بشكرك جدا. اي منطقه فيها دروب احنا مستعدين نشيله فورا. يعني يبقى ده واجبنا وده شغلنا وده اللي مكلفين بيه من قبل سياده الوزير المحافظ. بالنسبه للمحافظه على نظافه المكان ده هتبقى فيه متابعه من الحي، وان شاء الله برضه هننسق مع رئيس مجلس اداره الجمعيه بحيث يا اما يعمل سور يا اما يجيب غفير في الفتره المسائيه دي يحط يكون مسؤول عن متابعه في المنطقه دي، واحنا هنتابعها بالفتره بتاعه النار. تمام. يعني هل يا باشمهندس هذه الارض طلعت تبع الجمعيه ولا تبع لهيئه قناه السويس؟ هي اللي في نزاع بينهم تقريبا. يعني ده الجمعيه بيقول لك بتاعتنا واخدينها، بس شكلها كده ان ايه يعني في نزاع بين الهيئه وبين الجمعيه. يعني لم تحدد لم تحدد ملكيه لحد دلوقتي. وحتى اذا كانت هي تابعه لهيئه قناه السويس فاحنا ما نقدرش غير ان احنا نناشد السيد الفريق احمد علي فاضل رئيس هيئه قناه السويس بالتخلص من هذا المنظر السيء الغير صديق للبيئه. بالتالي سياده الفريق مش هيعجبه هذا المنظر لان الناس اشتكت من هذا المنظر كتير، وسياده الفريق ما بيتاخرش عن المواطن الاسماعيلي في اي مطلب المواطن بيطلبه. الناس بتطلب اقامه سوق هنا او مجمع تجاري او اي حاجه خدميه او مركز شباب يخدم على المنطقه. تمام سعادتك. يعني المفروض يعني سرعه الانجاز وتخصيص المكان ده لاستغلاله لصالح خدمه الناس او الحيين اللي موجودين سواء حي الاسره او حي الارسال. تمام. لكن لو احنا على هذه الصوره وعلى هذا الوضع ازاي هنقدر؟ يعني حضرتك قلت النهارده لقيت 7 عربيات رتش قبل ما نيجي نصور، بعد ما شلنا لقيت 7 مرميين تاني. يعني حتى المكان لما نضف برضو الناس مش ما هياش سايباه برضو. هي الحمد لله المشكله دي قابلتنا برضو في مناطق كتير، زي ما عندي مركز التشييد والبناء برضو واتغلبنا عليها، وحاطط انا غفير هناك برضو موجود هناك نفس القصه على كورنيش شل الجديد برضو بيرموا راتش هناك. فهي احنا متابعه وبنحط ساعات ناس من عندنا على حراسه المكان، ودي برضو زي ما قلت لحضرتك هننسق مع رئيس مجلس اداره الجمعيه ان هو يجيب غفير ويحطه. وبرضو من خلال البرنامج بناشد المرور بالقبض على اي عربيه محمله في الراتش. يعني يا ريت عصام بيدي تعليماته لرجالته اللي هي في الشوارع دي اي عربيه راتش يقبض عليها، وفي قرار محافظ بمصادره العربيات دي وتشغيلها لصالح الوحده المحليه لمده 3 شهور. باشمهندس محمد ما بننساش ان احنا نشكرك كمان على اناره هذه العمدان واناره هذا الشارع كمان واعاده الحياه والروح فيه. برضه يا فندم نقول لك لا شكر على واجب، ده واجبنا وده شغلنا. بالرغم من ان هذه المنطقه لا تخضع للنظافه من قبل حي اول. تمام. ولا تخضع للاناره الا تبع هيئه قناه السويس هذه المنطقه كلها. تمام سعادتك. والتعليمات اللي عندنا برضو بقول لحضرتك من سياده الوزير المحافظ ان ما فيش حاجه اسمها هيئه، ما فيش حاجه اسمها اسره، كله الحي مسؤول عن اي حاجه موجوده في منطقته. اي دروب الحي يعالجه وبعد كده ينسق مع المسؤولين، عملوا ما عملوش هو يعالجه وما يسيبوش لكده. دي تعليمات اللي عندنا من سياده المحافظ فندم. تمام. باشمهندس هناك شكاوي من بعض المواطنين من ان هم بيجملوا وتيجي عربيات ترمي قدام بيوتهم بقى في المنطقه اللي هنا دي، وتيجي بالليل برضه. يعني هو ما بينقوا على الوقت اللي الناس النايمه فيه ويبداوا يرموا في هذه المنطقه في حي الاسره. دي سعادتك بقى المفروض مسؤوليه الاهالي في المنطقه نفسها. يعني هم موجودين ومتواجدين في منازلهم فالمفروض يحافظوا، واي عربيه سعادتك ما عرفش يمسكها يجيب بس رقمها ويتصل بينا واحنا هنتصرف وناخد الاجراء معاه. يعني ممكن الحي هو اللي يتولى هذه العمليه، مش لازم انا ابلغ اداره المرور مثلا او ابلغ شرطه النقل؟ لا سعادتك لو ما في يعني تليفونات المرور مش موجوده عند الناس او عند اي مواطن، وطبعا تليفون الحي موجود واغلبيه الناس كلها عارفاه وبتكلمنا عليه، وتليفون الموبايل بتاعي برده موجود، يتصلوا بينا واحنا هنتخذ اللازم بالتعاون مع برده مع اي قائد المرور.
جميل جميل. باشمهندس، في نهاية هذه الفقرة من برنامجنا أول النهار والمواطن أولا، بنتوجه لحضرتك بخالص الشكر وللسيد الوزير عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية على الجهد الكبير اللي بيقوم به السادة التنفيذيين من رؤساء أحياء ومراكز ومدن في الحفاظ على الأمن والأمان والنظافة، وأن تكون الأماكن دائما في محافظة الإسماعيلية أماكن صديقة للبيئة تليق بالمواطن الإسماعيلي. متشكرين جدا يا باشمهندس محمد، وربنا يوفقك دايما. ربنا يخليك يا فندم، وشكرا لحضراتكم، وكل سنة وأسرة البرنامج الكريم بخير يا فندم. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، عودة إلى الاستوديو ومواصلة لفقرات برنامجنا أول النهار.